ثم انتقل إمامنا الجزري إلى أمر ما أدري كأن الوقت يتسع أم لا، لأنه يعني هو بحاجة إلى شرح، ولكن الأولى أن نأخذه حتى ننهي هذا الباب. قال إمامنا الجزري قاعدة أيها الإخوة، واسمعوها مني قبل أن ننظرها في اللوحة: كل كلمة اختلف القراء العشرة فيها فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في خط المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. أعيد: كل كلمة اختلف القراء العشرة فيها فقرأها ورواها لنا بعضهم بالإفراد ورواها لنا بعضهم بالجمع فإن هذه الكلمة في خط المصحف الشريف بالتاء المبسوطة. قد يقول قائل: أن لي أن أعرف الكلمات التي اختلف فيها القراء العشرة فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع؟ هذا أمر لا يعرفه إلا المتخصصون في علم القراءات العشر. وأقول: صحيح كلامك يا أخي، هذا أمر كما ذكرت. لذلك الكلام سيدنا الجزري لما قال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، هذا الكلام فيه تقديم وتأخير. أصل الكلام: كل ما اختلف فيه جمعا وفردا بالتاء هو أو بالتاء عرف. كل ما اختلف، يعني كل كلمة قرآنية اختلف فيها بين الجمع والإفراد فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، بعضهم قرأ جمالة صفر، بعضهم قرأ جمالات صفر، بعضهم قرأ لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، وبعضهم قرأ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كل كلمة هكذا وضعها فإنها في خط المصحف الشريف بإيه؟ بالتاء المبسوطة. أعود فأقول: ليس القارئ العادي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالجمع بعضهم بالإفراد. هذا لا يعرفه إلا المتخصصون، وحتى المتخصصين قد يفوتهم بعض المواضع. لذلك وجدنا الإمام محمد بن أحمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 13 و300 وألف هجرية، يعني من 120 سنة. الشيخ محمد المتولي له منظومة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، حصر لنا رحمه الله تعالى المواضع التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع. سنعرج عليها على هذه الأبيات بعد قليل. نبدأ بالبيت 100 من المنظومة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 100 ولله الحمد والمنة، الذي يقول فيه إمامنا الجزري: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. نرى على اللوحة قاعدة هذا البيت 100: قاعدة: كل كلمة اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في رسم المصحف بالتاء المبسوطة، وتعرف محلها من علم القراءات، وهي 7 كلمات في 12 موضعا. هذا انتبهوا له. وهي أي الكلمات التي اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، هي 7 كلمات، ولكن بعضها تكرر أكثر من مرة في القرآن، لذلك هي في 12 موضعا. نرى على اللوحة الموضع الأول الأنعام الآية 115، وهي قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قرأها بعض القراء: وتمت كلمات ربك،
إذن هي من المواضع التي اختلف فيها القراء، فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع، لذلك نلاحظ بأنها بالتاء المبسوطة. الموضع الثاني كما نرى على اللوحة يونس الآية 33، وهي قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك. لاحظتم أن كلمة تكررت في هاتين السورتين. أيضا كما نرى على اللوحة الآن جاءت في موضع ثالث، وهو الآية 96 من يونس، وهي قوله تعالى: حقت عليهم كلمة ربك. الموضع الرابع قوله تعالى في سورة يوسف الآية 7: آيات للسائلين، وقرأه بعض القراء آية للسائلين. الموضع الخامس كما نرى على اللوحة يوسف الآية 10: وألقوه في غيابة الجب، قرأه بعض القراء غيابات الجب. نرى أيضا أن هذه الكلمة تكررت في سورة يوسف في الآية 15، وهي قوله تعالى: أن يجعلوه في غيابة الجب، فقرأها بعض القراء 10 في غيابات الجب على الجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع السابع قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 50: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قرأها بعض القراء آية من ربه على الإفراد، فلذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع الثامن في سورة سبأ، وهو في الآية 37، قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون، قرأه بعض القراء وهم في الغرفة آمنون على الإفراد. الموضع التاسع سورة فاطر الآية 40: فهم على بينة منه، قرأها بعض القراء فهم على بينات منه بالجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة. الموضع العاشر في سورة غافر الآية 6، وهي قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك. إذن كلمة ربك مضافة، وقرأها بعض القراء كلمات ربك على الجمع، لذلك هي بالتاء المبسوطة كما نرى. الموضع 11 في سورة فصلت الآية 47، قوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، قرأها بعض القراء من ثمرة من أكمامها على الإفراد، لذلك هي بالتاء المبسوطة كما رأينا. الموضع 12 والأخير كما نرى على اللوحة قوله تعالى في سورة المرسلات الآية 33: كأنه جمالة صفر، وقرأه بعض القراء العشر جمالات صفر على الجمع،